واش عمركم تساءلتوا علاش كاينين شي ناس كيديروا الفلوس بسهوله والناس اخرين دايرين مجهود كبير وما كيوصلوا لوالو؟ السلام عليكم واهلا وسهلا بكم المتابعين. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على كتاب كيعتبروه واحد من اعظم الكتب الماليه في العالم، اغنى رجل في بابل The Richest Man in Babylon. هذا الكتاب رغم انه قديم ولكن النصائح ديالو باقيين معاصرين وفيهم دروس قيمه لأي واحد باغي يبني الثروة ديالو. يلا نبداو. كتاب أغنى رجل في بابل عنده تقريبا 100 عام، ومع ذلك الكتاب باقي صالح لدابا بحال الوقت اللي تنشر فيه لأول مرة في 1926. كيركز الكتاب على النصائح المالية من خلال مجموعة ديال الأمثال. هاد الأمثال كتدور في مدينة بابل القديمة في واحد الوقت قبل 4000 عام، ومرتبطة بواحد الشخصية بابلونية خيالية سميتها أركاد كان كاتب فقير ولكن ولا أغنى رجل في بابل. بابل في ديك الوقت كانت أغنى مدينة في العالم، حيث الناس ديالها كانوا كيعرفوا قيمة الفلوس. هذا الكتاب هو من بين أهم الكتب الكلاسيكية اللي كتعطي النصائح مالية، ومع نهاية هذا الملخص غادي يكون عندك فهم كامل للنصائح المالية اللي عطى أركاد، خصوصا 7 ديال الحلول و5 ديال القوانين على المال. هادو غادي يعاونك دير الفلوس تحميها وتستثمرها. النصيحة رقم 1: خلص راسك أولا. من كل 10 دراهم كتدخلها لجيبك حاول تصرف غير 9 دراهم. ديما خاصك تكون كتشوف كيفاش توفر الفلوس من الربح ديالك مهما كانت الحالة ديالك. الكاتب سامويل كلاسون كينصح انك توفر على الاقل 10% من الربح ديالك. الا قدرتي توفر اكثر فاحسن بزاف. هاد الفلوس اللي كتوفر حتى الا كنتي كتستعملها باش تخلص الديون راها مازال كتزيد الثروة ديالك. مثلا الا كنتي مديون خاصك تحاول تعيش ب70% من الربح ديالك، توفر 10% لراسك والباقي 20% تستعمله باش تخلص الديون ديالك. ولكن المهم هو انك توفر الفلوس ديالك اولا قبل ما تصرفها على اي حاجة اخرى. كلاسون كيقول: لقيت طريق الغناء ملي قررت انني خاصني نحتفظ بجزء من داك الشيء اللي كان ربح الراسي. كل مرة كتصرف الفلوس ديالك على شي حاجة راه انت كتخدم لواحد اخر. ملي ما كتوفرش لراسك انت بحال الخدام اللي كيخدم غير باش يخلص الكرا والمصاريف اليوميه ديالو. النصيحه الثانيه: تحكم في المصاريف ديالك. النجاح كتسبقو الرغبه، والرغبه خاصها تكون قويه وباينه. خاصك تعرف كيفاش تحكم في المصاريف ديالك. باش توفر 10% من المدخول خاصك تقلل من المصاريف الزايده اللي كتخرجها. حاول تعيش باقل من الامكانيات ديالك وتجنب المصاريف اللي ما عندها حتى فايده. المصاريف ديما غادي تكبر على قد الدخل ديالك الا ما عرفتيش كيفاش تراقبها. حاول تجلس مع راسك وتفكر شنو كتصرف عليه بزاف وشنو يمكن تنقص منه. مثلا ملي الناس كتزاد ليهم الخلاص عوض ما يوفروا كيبداو يصرفوا كتر على حوايج زايده. خاصك تكون واعي بالرغبات ديالك، والا غادي تلقى راسك في الاخر الشهر من غير ما توفر حتى ريال. باش تحكم في المصاريف خاصك دير ميزانيه. قسم المصاريف ديالك لجوج فئات: الاحتياجات والرغبات. الاحتياجات بحال السكن والماكله، الرغبات بحال السفر ولا الملابس. حاول تخلي الاحتياجات ديالك ما ياخدوش اكثر من 50% من المدخول ديالك، والباقي قسمه بين التوفير والرغبات. النصيحه الثالثه: خلي الفلوس تخدم للصالح ديالك. باش تولي غني ماشي كافي غير توفر الفلوس وتراقب المصاريف ديالك، خاصك تستثمر الفلوس اللي كتوفرها باش تزيد من المدخول ديالك. كل درهم كتوفرو خاصك تلقى ليه تخريجه باش يزيد لك الربح، ومن بعد حتى الارباح اللي كتجيك من داك الاستثمار رجعها في الاستثمار من جديد. بهذه الطريقه الثروه ديالك غادي تكبر شويه شويه، وغتلقى راسك كتشكل جيش ديال العمال اللي كيخدموا للصالح ديالك. افضل الاستثمارات تقدر ديرها هي شري الاسهم، شري العقارات والسندات. المهم هو انك تستثمر في حوايج اللي كتعرفها مزيان، او تستشر مع الناس اللي فاهمين في الدومين. الا طاحت عليك شي فرصه استثماريه ما تضيعهاش، ولكن تاكد انك فاهمها مزيان. النصيحه الرابعه: احمي الفلوس ديالك. اللي كياخد النصيحه ماليه من واحد ما عندوش خبره غادي يخلص بالفلوس ديالو باش يتاكد ان النصيحه غلطه. دونك في هذه الحاله غيكون خاسر جوج مرات. المخاطر ديما كتكون موجوده ملي كتحاول تولي غني، ولكن خاصك تعرف كيفاش تقلل الخسائر. اول حاجه تعلم من الناس اللي فاهمين وناجحين في المجال. تاني حاجه حاول ما تركزش كاع الاستثمارات ديالك في حاجه واحده. فرق فلوسك باش تقلل المخاطر ودير استثمارات اللي معقوله ومنطقيه. النصيحه الخامسه:
ملك الدار ديالك وما تبقاش في الكرا راه فلوس كتضيع. الا كنتي كاري راه انت كتخلص لواحد اخر بلا فايده. حاول تدبر على شي قرض وتشري الدار باش تولي في الملك ديالك. ملي تسالي القرض كلشي ديالك، ولات الدار كتزيد من قيمتك. النصيحه السادسه، فكر في المستقبل ديالك. الحياه كتغير بالزربه، ومن الضروري تكون عندك خطط لاي حاجه. مثلا الا قدر الله مرضتي او ما بقيتيش قادر تخدم، خاصك تكون واجد باش تصرف على راسك. دير استثمارات طويله الامد اللي كتخدم حتى من بعد ما تجلس من الخدمه. هادشي بحال التقاعد او المدخول السلبي اللي كيجي بلا ما تخدم عليه. النصيحه السابعه، استثمر في راسك. اغلى حاجه عندك هي راسك. باش تزيد من فرصك ديالك للغنى، استثمر في التعلم. حاول تطور مهارات جديده اللي غتعطيك فرص جديده، بحال تعلم مهارات مهنيه، حسن الصحه ديالك، طور عاداتك يوميه بحال القراءه. كل ما استثمرتي في راسك كتزيد الفرص ديالك باش تحقق النجاح. النصيحه الثامنه، قوانين الذهب الخامسه. القانون الاول، الفلوس كتحب الناس اللي كيوفروا جزء من المدخول ديالهم. القانون الثاني، الفلوس كتخدم لصالح اللي كيلقى ليها خدمه مربحه. القانون الثالث، الفلوس كتزيد مع الناس اللي فاهمين في المجال. القانون الرابع، الفلوس كتهرب من الناس اللي كيديروا استثمارات خايبه. والقانون الخامس، الفلوس ما كتحملش الطمع في الربح المبالغ فيه. في الختام، الفلوس بحال الشجره، كتحتاج الوقت والصبر باش تكبر. وهاد النصائح السبعه غادي يعاونوك تغرس ديك الشجره وتكبرها، ولكن النجاح كيتطلب الاستمراريه والجديه. وهكا نكون وصلنا لنهاية الملخص كتاب أغنى رجل في بابل The Richest Man in Babylon. كما شفنا، الغنى ماشي غير مسألة ديال الحظ أو صدفة، ولكن هو علم وقواعد بسيطة تقدر تبدل حياتك إلا طبقتيها. 7 الحلول و5 القوانين للذهب عطونا الوصفة باش نوفروا ونستثمروا ونحميو الثروة ديالنا. دابا الكرة عندكم، اللي غادي يطبق هاد النصائح غادي يشوف الفرق. شكرا بزاف لكل واحد تفرج حتى للاخر. اذا عجبكم هذا النوع ديال المحتوى ما تنسوش تدعموني بلايك، تعليق زوين، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. اكتبوا لي في الكومونتير شنو الكتب اللي بغيتوني نلخص المره الجايه. الدعم ديالكم هو اللي كيعطيني الطاقه باش نزيد نخدم ونقدم الافضل. نتلاقاو في الفيديو الجاي، خليكم على خير.